كل ست في الدنيا عندها عدد من خيبات الأمل والخذلان والوجع والتخلي والحاجات دي كلها. بعد ما تمر بالخيبات دي كلها بتبدأ تدرك الوش الحقيقي للحياة، وإنها عايشة لوحدها ومحدش هينفعها. ومهما حاولنا إن احنا نشرح لواحدة مرارة الخذلان مش هتفهم غير لو دقته بنفسها، هتحس بيه وهيعلم في قلبها وهي تعلم على قلبها بقلم أحمر. عايز أقولك كم ملحوظة اعرفيها بقى. البشر هيخذلوكي مهما حاولتي ومهما عملتي، فادي من أجل نفسك، ولما تدي برضو ادي بحساب. الشغل ظهر وسند، وفلوسك بتديكي حرية الاختيار في الحياة. لكن لو جوزك غنيكي ومديكي كل اللي انت عايزاه وهو بيحبك ومش عايزك تشتغلي، اخرجي من جو سترونج اندبندنت وومن واعرفي ان الشغل بالنسبة لك شيء مكمل. العيال هم احلى حاجة في الحياة، بس خليك انت سنداهم. بس ما تقوليش انا عايشة عشان ولادي، قول انا هكون قوية عشان ولادي. الصداقة عند الستات شيء نادر، فلما تلاقي صديقة حقيقية حافظ عليها وامسكي فيها بايديك واسنانك. الحزن اللي بيمر بيكي كتير ده شيء مهم جدا وما يقلقكش، لان ده اكتر شيء هيعلمك. فحزاني ودي الحزن وقته، واعرفي ان الحزن ده هيقويكي اكتر. وما تزعليش ابدا لما تحزني، طبيعي ان انت تحزني، وكل ما الحزن ياخد وقته كل ما يخف كل ما تكوني اقوى. كل الستات القويات مروا بتجارب وآلام، بس عرفوا يدوسوا على الخذلان والوجع اللي تعرضوا ليه، لأنهم عرفوا قيمة الحياة وتعلموا من الخذلان ازاي يقوموا تاني، ويعلموا غيرهم ان هم ازاي يقوموا وما يقعوش. في ستات بتاخد المواقف الصعبة والخذلان وتشوه صورة الحياة وتبعد عن الحياة وتبث طاقة سلبية وتصدر طاقة سلبية للناس اللي حواليها، فتبدأ تحبط الناس وتحبط صحابها. حتى الطاقة السلبية بتوصل لأولادها. لكن واحدة تانية قوية تعرف تنتصر وترفع أولادها وترفع صحابها وتعلمهم من ظروفها الحياتية اللي عاشت فيها، فكل حواليها ما يعوش في نفس الوقعة اللي هي وقعت فيها. عزيزات المرأة، انت مصدر المحبة في الحياة، مصدر الخير اللي على كوكب الأرض. وكل طفل صغير جال العالم جا من خلالك انتي، ونشأ جوه بطن واحدة ست. فخليكي قوية، ما تعيشيش بتوقعات عالية، انزلي بسقف توقعاتك وعيشي على الأرض، وعيشي على أرض الواقع. وأخيرا، ما تستنيش حد يساعدك، اساعدي نفسك بنفسك.